بصوا بقى جايبه لكم افكار سندوتشات للمدرسه تحفه، ومن غير بانيه بقى ولا بوفتيك ولا الكلام ده. بس مش هنزلهم لكم مره واحده، هنزلهم في 3 ريل. فاعملوا لايك للريل ده عشان لما ينزل اللي بعده يوصل لكم. زي ما انتم شايفين جبت العيش الفينو عادي جدا، حطيت كيس كاتشب ودهنته، ممكن تحطوا كمان كيس مايونيز، وحطيت جبنه موتزاريلا شويه صغيرين. ممكن تحطي قطعه لانشون، ممكن تحطي او تسيبيها من غير اي لانشون او اي حاجه. انا كان عندي فحطيت مع بقى طماطم وفلفل اخضر وزيتون اسود وجبنه رومي، وبططته كده وبعدين حطيته على الوشين في الطاسه علشان يقرمش كده ويبقى كريسبي من بره والجبنه تسيح من جوه. عايزه اقول لكم ساندوتش البيتزا ده رائع وتغيير للولاد وهيعجبهم جدا. تاني ساندوتش هنعمله هو ساندوتش التشيز كيك. عايزه اقول لكم رائع ورهيب وفكرته تحفه قوي وبسيط. هي هتجيبي مثلثين جبنه نستو او كيري او يعني بديل الكيري زي ما بتحبوا، والمربى اللي انتوا بتحبوه، او تحطوا الاتنين على بعض بيدي نفس الطعم يا جماعه. رهيب وطعمه تحفه جدا. اخر واحد بقى ساندوتش حلو كده، يعني ممكن تحطيه مع ساندوتش البيتزا يبقى فيه حلو وفيه حادق. زبده فول سوداني سيحتها بس كده عشان اعرف افردها مع شرايح الموز، برضو بيبقى طعمه تحفه. واستنوا باقي الساندوتشات بلدي وفينو وكلها اقتصاديه.